سمعنا كتير عبارات وحكم وامثال بناخدها عبره لينا، مش شرط تكون حصلت معانا، ممكن ناخدها علشان حصلت مع غيرنا. يقول لك تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. يا ترى جربتها ديت؟ فكرت في حاجه وما جاتلكش وجاتلك عكسها؟ يا ترى انت جربتيها؟ يا ترى انا جربتها؟ اقول لك وكتير. يلا بينا نشوف النهارده هنتكلم على ايه. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي وأصدقائي ومتابعيني الكرام، يا رب تكونوا في خير وفي أحسن حال، وإن شاء الله أشوفكم دايما مبسوطين وفرحانين وتكونوا في أتم صحة. بوم البوم البوم. المهم أنا امبارح عملت فيديو على المستوى الشخصي أنا معجب بيه جدا، وكان مردوده كويس بالنسبة للإقبال عليه، رغم إن هو لسه ما تعداش ال1000 مشاهدة، ولكن أنا راضي عليه لأنه خارج عن أي موضوع في أي قناة كنت بتكلم عليها أو ممكن إنك أنت تتكلم عليها. لكن الفيديو اللي هعمله النهارده هو يعتبر امتداد للفيديو اللي أنا عملته امبارح بدون ما أذكر اسم أي قناة، لكن النهارده هنذكر اسمين بس فقط لا غير. هنذكر مغتربة في فرنسا وسر انهيارها امبارح، وأم مصطفى كتقطة وبرضه سر انهيارها امبارح. عشان كده بقول لكم هو يعتبر امتداد للفيديو بتاع امبارح. هنذكر في الأول مغتربة في فرنسا. طبعا كلنا عارفين مشكلة مغتربة في فرنسا واللي حاصل معاها خلال الفترة اللي فاتت ديت وخلافاتها مع رضا. حوارات كتيرة كده حصلت ملهاش أي لازمة وملهاش أي داعي وملناش إن احنا نعرفها خالص. لما لقيت مغتربة في فرنسا امبارح طالعة وبتبكي ومنهارة جدا 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 لدرجة كبيرة، يمكن أول مرة أشوف المنظر دوت على اليوتيوب بعد ما شفت أم مصطفى. طبعا يمكن لما قلت إن المشكلتين اللي هتكلم فيهم النهاردة هو امتداد للفيديو بتاع امبارح، لأن أنا ذكرت في الفيديو بتاع امبارح ان سبب الخلافات العائليه اللي المفروض ان هي ما تطلعش على ساحه اليوتيوب ادى الى مشاكل كتير مع صاحب القناه اللي عرض مشكلته او اللي تم عرض مشكلته في قناه تانية وهو كان طرف فيها. ده اللي حصل مع مغترفه في فرنسا وام مصطفى بالظبط. مغترفه في فرنسا لما شفتها امبارح منهاره وبتبكي بحرقه جامده نظرا لعدم وجود رضا معاها، خصوصا ان هي طلعت قبل ما تطلع بالبث دوت وقالت لجمهورها الحبيب اللي بيهمه اخبار مغتربه بفرنسا ان رضا هيكون معاها وهتتفاهم معاها في بعض الامور اللي ادت الى الخصام. ما جاش رضا وتحجج او تهرب منها او ما حبش ان هو يحضر لقاء زي دوت، خصوصا بعد تضخم الخلافات بينهم. وكانت مغتربة في فرنسا عايشة على أمل كبير إن هي ممكن تصلح اللي انكسر في المقابلة ديت، لأنها فعلا من خلال كلماتها كانت محتاجة شخصية رضا في الوقت دوت بكل وسيلة تقدر إن هي تجيب رضا. أنا عايز رضا أكلمه، عايز أتكلم معاه، محتاجة الشخصية ديت اللي عاش معايا فترة كبيرة إن أنا أتكلم معاه. لما جه رضا ما جاش، حست بالوجع، حست بالألم. أنا حاسة إن أنا عايز أقول لك حاجات ممكن تصلح اللي بينا، لكن ما حصلش نصيب. ادت نصيحة لستات وبتقول لهم ما تذليش نفسك لأي حد مهما كان، ما تكسريش نفسك لراجل مهما كان. حاولي إنك أنت ما تكونيش فريسة لراجل عشان يذلك. طبعا النصيحة ديت هتاخدها بعض النساء انها لصالحها وان هي كده مظبوط وتمام ومفيش اي مشاكل عليها لو هي حتى نفذتها، وممكن يحصل خلافات بين الراجل والست بسبب نصيحة زي دي. مغتربة في فرنسا نسيت تقول لها حاجة واحدة، نسيت تقول لها انك انت حافظي على اسرار بيتك وما تخرجهاش على السوشيال ميديا، عشان مش كل واحد يتناولها ومش كل واحد يقول على مزاجه ومش كل واحد يقول على هواه.
نسيت تقول لها انك انت من المفروض انك انت طالما ارتضيتي بالراجل اللي ربنا قاسمهولك ان هو يكون شريك حياتك طول عمرك، انك انتم الاتنين تكونوا متفاهمين مع بعض، تكونوا محافظين على اسراركم مع بعض، ما تخرجوش اسراركم خارج الشقة او الحجرة اللي انتم قاعدين فيها. عايز اقول لجمهورنا الحبيب، مش عايزين نوجع مغتربة في فرنسا اكتر من كده، مش عايزين نوجه ليها الاتهامات اكتر من كده، عايزين نقول لها ربنا ييسر طريقك ان شاء الله، وان شاء الله تكوني اتعلمتي من الدرس اللي انت مشيتي فيه فترة ادت الى ابتعادكم عن بعض، وادت الى ابتعادكم عن بعض. انا عندي امل ان هو لو كان في سبيل للرجوع الاتنين لبعض تاني، ربنا ييسر الحال ويرجعوا لبعض. لكن مش عايزين نشوف المرأة المصرية بالشكل اللي ظهرت فيه مغتربة في فرنسا، مش عايزين نشوفها منهارة، مش عايزين نشوفها تبكي. مش بس لمغتربة في فرنسا، لأي ست موجودة على اليوتيوب ما تطلعيش وتظهري بالمظهر دوت، لأن بعض الناس مش هيتخيلوا إن في لحظة ضعف أنت بكيتي، في لحظة ضعف أنت انهارتي، في لحظة إحساس بعزة النفس والكرامة أنت عملتي كده. كان المفروض ما تصوريش، هم هيقولوا كده أنت بتستعطفي الناس لمشكلتك. يمكن الموضوع التاني واللي أكثر إثارة واللي كلكم متشوقين إن كنتوا تسمعوني في الموضوع دوت، وانا عارف ان انا ممكن اتهاجم من خلال كلامي عن ام مصطفى. ام مصطفى كان عندها مشكلة مع اخواتها بداية ما تعرفت على مشكلتها، وعرفت ان المشكلة بقالها فترة، لكن من فترة ما سمعناش حاجة عن اخواتها، ما سمعناش حاجة ان مصطفى بتعيب في اخواتها او هم بيعيبوا فيها، وكل واحد تقريبا راح لحاله. لكن ايه اللي بيجدد المواضيع؟ هنقول لك ايه اللي بيجدد المواضيع عشان اثبت اكتر ان امتداد الفيديو بتاع امبارح هو للفيديو النهارده. طبعا المشكله بتاعت ابو مصطفى مع اخواتها لسه مترسخه في بعض القنوات وعند بعض المتابعين، وموجوده لغايه دلوقتي ومش قادرين ان هم ينسوها. ويمكن دوت برضو الكلام اللي انا اتكلمته امبارح. انت اتكلم او انقد على حسب الفيديو اللي بيطرح قدامك، الفيديو اللي انت بتشوفه. زي ما انا اتكلمت عن مغتربة في فرنسا، ما حاولتش ان انا اجيب الماضي الاليم اللي عاشت فيه مغتربة في فرنسا واجيب سيرة رضا بحاجة، وما اتكلمتش في اي حاجة تخص الاتنين دول من فيديو قبل كده كمان، مش من سنة فاتت. المهم مشكلة ام مصطفى ان لما تعايش الجمهور مع مشكلتها مع اخواتها، طبعا الجمهور بينقسم الى قسمين، كده بينقسم الى قسمين. قسم وقف مع العمده اكن له كل التقدير والاحترام، وانا على المستوى الشخصي انا رحت بيت العمده والراجل لا غبار عليه، ضيفني احسن مضيفه في بيته. انا يمكن اللي البث زعلني جدا مش بس علشان ام مصطفى، زي ما زعلت على البث بتاع مغتربة في فرنسا، زعلت على البث بتاع ابو مصطفى. ليه الست المصرية تظهر دايما في صورة زي كده؟ ليه نوصل لمصطفى ان هي توصل للمرحلة ديت، ونوصلها ان هي تكون مجرد أداة والناس تقول عليها استعطاف عشان ملصقات، زي ما سمعت امبارح في البث. يعني ايه ملصقات؟ الملصقات ممكن تجي لي انا، ممكن تجي لك انت اللي بتتكلمي عن الملصقات، ممكن تيجي لاي شخص تاني بيتكلم عن الملصقات. ساعتها هتقول نفس الكلام اللي انت قلته على مصطفى هتقوله عليك، او هتخلي حد ان هو يقول عليك انك انت بتعمل كده عشان بتستعطف الناس. ايه اللي ادى الى بكاء ام مصطفى؟ احنا ليه ما بنحبش ننسى الحاجه السيئه اللي ممكن اي شخص يعملها، ممكن انا اعملها، ممكن انت تعملها، ممكن انت تعمليها، لانك انت في تصورك انك انت بتعملي الحاجه الكويسه، لكن تصور بعض الناس ممكن يتخيلوا حاجه تانية، ان الحاجه اللي انت بتعملها ديت مش حلوه بالنسبه له، عشان كده بيشيلها لك وبيفكرك بيها على طول. احنا لغايه امتى هنفكر الانسان بالماضي بتاعه؟ ودايما نفكر الانسان بالماضي الاليم، الماضي السيء
ليه ما نفكرش دايما ان احنا نكون زي ما ربنا رحيم بينا نكون احنا رحيم بالانسان؟ ليه ما نفكرش دايما ان زي ما السجين بيدخل السجن وبيخرج منه وبيعلن توبته، الشعب ليه ما يتلمش حواليه ويحاول ان هو يضمه ليه ويحاول ان هو يوجهه للطريق الصح؟ ليه دايما نكون احنا الحاكم والجلاد في نفس الوقت؟ ليه ما تفكرش انك انت من كتر الضغوط ممكن تقول حاجة غلط زي ما مصطفى حصل معاها امبارح؟ كتر الضغط اللي عليها ادى ان هي تذكر الخلاف اللي كان مع اخواتها من قبل كده، ويمكن هو ده السبب اللي خلاني ان انا اطلع. يا ام مصطفى لازم تكوني صاحيه للي بيحصل معاكي. الخلافات اللي حصلت بينك وبين اخواتك قبل كده اتنست، الناس نسوها، لكن بعض الناس هتفكرك بيها. انت حاولي تكوني جامده وما تفكريش في النقطه ديت. ونصيحه ليكي يا ابو مصطفى، تحت اي ضغط ما تحاوليش انك انت تذكري الخلاف اللي كان موجود بينك وبين اخواتك في الماضي. وما تخليش حد يفكرك بيه، وما تديهمش الفرصه لحاجه زي كده. ويمكن انا ذكرت نقطه احب ان انا ارجع لها تاني. لازم تكون رحيم بالشخصيه اللي قدامك، عشان هتلاقي اشخاص تانية يكونوا رحماء بيك. لازم تحس بالشخصيه اللي قدامك. لما تحس انها ضعيفه ما تقولش عليها انها بتمثل، ما تقولش عليها انها بتعمل كده عشان تجمع ملصقات، عشان تتسول الكترونيا. لا، ما نضمنش الظروف اللي فيها ايه، وما نضمنش الظروف اللي انت فيها ايه. كل واحد فينا عنده ظروفه الخاصه بيه. في منا اللي قدر ان هو يكتمها وما يعلنهاش، وفي منا اللي اعلنها سواء كان برضاه او بغصب عنه. مش معنى ذلك ان احنا نضغط عليه، مش معنى ذلك ان احنا نكون سبب في موته وكسرة نفسه وذله. بسبب ايه؟ خلاف بينك وبينه؟ اطلب من ربنا ان هو يهديه. اي شخص انت مختلف معاه اطلب من ربنا ان هو يهديه، عشان تلاقي اللي يطلب من ربنا ان هو يهديك ويقف معاك. ايه المشكلة لو وقفت مع حد حسيت منه ان هو منكسر، حسيت منه ان هو ضعيف، بيمثل على نفسه، ما بيمثلش عليك. مش انت اللي هتحاسبه اذا كان بيمثل او ما بيمثلش. رب العباد هو اللي هيحاسبه، زي ما هيحاسبك انت كمان على اي كلمة سيئة انت بتطلعها في اي انسان بدون وجه حق. والسلام عليكم ورحمة الله.